ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. دلوقتي فجأة بقى جون ادوارد هو سبب المشاكل والازمات اللي بيمر بيها الزمالك. جون ادوارد هو السبب في ال 18 قضية بتوع ايقاف القيد، وهو السبب في ان اللعيبة فسخت عقودها من طرف واحد، وهو السبب في ان لعيبتك لحد النهاردة ما بتاخدش مستحقاتها، وكمان هو السبب في ضياع عرض اكتوبر. يعني ما يمشيش معاكم ان جون ادوارد ليه دور كبير في ان الزمالك ياخد الدوري الموسم ده وانه يوصل نهائي الكونفدرالية. ما يمشيش معاكم ان جون ادوارد هو اللي قفل على الفريق وخلى الفريق يظهر بشكل مختلف عن اللي احنا كنا متوقعينه طول الموسم اللي فات، وان الزمالك مش هياخد ولا بطولة، وان الزمالك هيخرج بفضيحة من الكونفدرالية، وانه هيبقوا تالت ولا رابع دوري. فالزمالك بطل الدوري ولعب نهائي الكونفدرالية. ما يمشيش معاكم ان جون ادوارد ليه دور كبير في اللي حصل للزمالك. فجأة بقى جون ادوارد هو سبب المشاكل كلها، وهو السبب في قضية عمر فرج. طب هو مين اللي جاب عمر فرج؟ هو مش احمد سليمان اللي جاب عمر فرج بمليون دولار اعاره موسم؟ عمر فرج اللي انا مش فاكر له غير ان يحيى عطية الله في السوبر الافريقي لعب الكرة بالكعب فخبطت في رجله. يعني ده اللي انا فاكره له. انا مش فاكر اي ماتش ولا اي دقيقة عمر فرج لعبها مع الزمالك غير ماتش السوبر الافريقي. مين السبب في عمر فرج؟ طب كونراد ميشيلاك اللي احنا جبناه مكان بن شرقي اللي كان المفروض يجي، مش احمد سليمان اللي جابه؟ فجأة خليته جون ادوارد هو سبب المشاكل دي كلها. انا عارف ان جون ادوارد هيتحارب لو الزمالك نجح في الموسم ده، وهيتحارب قبل من اعضاء مجلس الاداره الفشله اللي عندنا، هيتحارب من ولاد النادي او من بعض من ولاد النادي اللي ما بيحبوش الزمالك يبقى كويس ولا ماشي بصوره كويسه عشان خاطر هما مش في الصوره. فانت بتحب الزمالك وبتقول انا ابن من ابناء الزمالك لما انت تبقى موجود، لكن لو انت مش موجود في الزمالك فانت بتحارب اي حد هينجح في الزمالك. فده شيء. الحاجة التانية، أعضاء مجلس الإدارة اللي عندنا، هي الناس دي فين من اللي بيحصل مع جون إدوارد؟ يعني الناس دي بتحط جون إدوارد في مشاكل هو ملوش علاقة بيها، والراجل ما طلعش دافع عن نفسه غير في مرة واحدة لما نزل البيان وخلاص. يعني طلع اتكلم في كل شيء لما جد من كتر ما الناس بتهاجم في جون إدوارد. أنا مش فاهم الجزء أو الفئة اللي من الجمهور بتعوم على العوم بتاع الناس اللي بتهاجم جون إدوارد وشايفين إن جون إدوارد هو السبب. هو أنتوا بتفكروا إزاي؟ يعني انتوا عاوزين تقنعوني ان جون ادوارد لو ساب الزمالك النهارده ومشى الزمالك هيقف على رجليه طبيعي؟ هيتسد ال10 مليون دولار اللي عليه ونفك القيد ونطلع رخصة الافريقية عشان دوري ابطال افريقيا ونجيب صفقات وتدعيمات عشان خاطر نروح ناخد البطولة اللي غايبة عن النادي بقالها 24 سنة. لو انتوا شايفين ان جون ادوارد هو سبب المشاكل والازمات اللي في الزمالك، يا جماعة مشوه. وده كلام لمجلس الادارة. مشوا جون ادوارد. على الرغم ان حل المشاكل دي بايديكم انتوا مش بايده هو. ده راجل مدير رياضي. مدير رياضي اللي بيقعد يتحايل على اللعيبه انها تصبر على مستحقاتها، هو اللي بيقعد يتكلم مع المدربين اللي هي ما بتاخدش فلوسها، هو اللي بيقعد يتحايل على اللعيبه اللي بتحاول تفسخ عقودها غير اللعيبه اللي فسخت عشان خاطر ما يفسخوش عقدهم مع الزمالك، هو اللي بيقعد يتحايل على اللعيبه الاجانب انها تصبر على فلوسها، هو اللي كان بيعالج اللعيبه على حسابه زي ما قال كابتن معتمد جمال مع ابراهيم فايق. هو اللي كان بيدفع من جيبه فلوس للاشاعات وفلوس اللعيبه تتعالج، اللعيبه المصابه، لان الزمالك ما كانش فيه فلوس. هو اللي كان بيتحمل فلوس كتير والزمالك بيسافر والزمالك بيروح يلعب هنا وبيلعب هنا والزمالك في معسكرات. هو اللي كان بيتحمل ان اللعيبه معهاش فلوس وما بتاخدش مستحقاتها، كان بيسلف اللعيبه من جيبه. مجنون ادوارد عمل كل ده عشان ده راجل مدير رياضي. ده راجل مش من حقه ان هو يجيب 10 مليون دولار يدفعهم غرامات للزمالك. هو مين المسؤول ان هو يدخل موارد مالية للنادي عشان خاطر يطلع من الازمات اللي هو فيها؟ هو مش المفروض رئيس النادي واعضاء مجلس الادارة؟ ليه دايما جايبين كل حاجة على جون ادوارد؟ يعني الراجل احنا كلنا كنا بنهاجمه في بداية الموسم، بس انا لما اجي في نهاية الموسم اشوف كل الحاجات اللي عملها جون ادوارد من الزمالك بطل الدوري وليه دور كبير قوي مع جمهور الزمالك ومعتمد جمال واللعيبة في ان الزمالك ياخد بطولة الدوري، ومحدش يقول له شكرا. او مش هقول لك محدش قال له شكرا، لا، ناس كتير من الجمهور، ده تلات ارباع الجمهور مقتنع ان جون ادوارد هو سبب نجاح الزمالك. بس الناس اللي بتهاجم احنا بنقول عليهم لجان وتبع اعضاء مجلس الادارة. يا عم انا هوافقك وخليه يمشي. مشوه. مشوا جون ادوارد عشان الراجل ده فاشل والراجل ده هو اللي مضيع الزمالك. هل انتوا هتقدروا ترجعوا الزمالك تاني لمكانته الطبيعية؟ هل انتوا هتقدروا تدفعوا الديون؟ مش معنى كده ان هو اللي هيدفع، بس انت مش موفر له حاجة، فليه بتشيله شيلة مش بتاعته؟ هو جون ادوارد هو المسؤول عن صفقة ابراهيم نضاي ولا صفقة عمر فرج ولا صفقة كونراد ميشيلاك؟ هو جون ادوارد هو السبب ان انتوا معكوش فلوس تدفعوا فلوس عبد الحميد معالي ليه هو شخصيا زائد فريق اتحاد طنجة؟ هو جون ادوارد هو السبب في ان هو لما جاب بيزيرا وشيكو بنزا انتوا معكوش فلوس تدفعوا لانديتهم تمن الصفقة، وان اللعيبه كمان ما بتاخدش مستحقاتها؟
ليه فجأة يا جماعة بقى جون ادوارد هو السبب في كل شيء؟ كل الدعم لجون ادوارد، واي واحد زملكاوي بيحب الزمالك فعلا وشايف ان الزمالك وصل لمرحلة ان هو ما كانش في حد يحلم ان الزمالك ياخد الدوري. فالراجل ده جه على نفسه كتير عشان خاطر يساعد الزمالك ويساعد الجمهور ان هو يفرح ببطولة الدوري. فكل واحد شايف ان جون ادوارد عمل حاجة، يعني لازم الراجل ده ياخد دعمه للنهاية من الناس اللي بتدعم جون ادوارد. وكل واحد شايف ان جون ادوارد هو سبب المشاكل والازمات. فيا صاحبي احب اقول لك، طالب مجلس ادارتك اللي انت شغال لجنة ليهم ان هم يمشوه وخلوهم يحلوا المشاكل والازمات ويفكوا القيد ويدفعوا الديون اللي على الزمالك ويرجعوا كرة الصالات تاني لهيبتها اللي كانت موجودة في الزمالك. ايا كان انت تبع هشام نصر ولا احمد سليمان فهم كلهم فشلة. وايا كان انت تبع اي بقى من ولاد النادي اللي بيطلعوا يهاجموا في جون ادوارد وشايفين ان هو ليه سبب كبير في المشاكل والازمات، وهو اصلا ملوش اي مشكلة في اي حاجة، لان المشاكل والازمات دي موجودة من قبل ما هو يجي. والمشاكل اللي حصلت في الفترة بتاعته مش هو السبب فيها. هو جاي مدير رياضي، مش جاي عشان خاطر يمولك ولا يدفع لك فلوس، ولا هو مسؤول عن ان انت تدي اللعيبه فلوسها وان انت تضيع ارض اكتوبر اللي كانت المفروض بتصرف على النادي، ولا هو المسؤول ان هو يجيب لك موارد ماليه تصرف بيها على النادي. انتوا مجلس فاشل وسايقين اللجان بتاعتكم انها تطلع تهاجم في الراجل على حاجات ملهاش اي 30 لازمه وهو ملوش ذنب فيها. كل جمهور الزمالك بيدعم جون ادوارد عشان خاطر الراجل ده ليه سبب كبير ودور كبير في نجاح الزمالك في الموسم ده. وفي النهاية لو انتوا شايفين ان جون ادوارد هو السبب في المشاكل دي، مشوا جون ادوارد، ادفعوا له فلوسه بتاعت الشرط الجزائي اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها ومشوه، وبحلوا انتوا مشاكل الزمالك اللي موجودة في السنة اللي انتوا قاعدين فيها. تحلوا مشاكل الزمالك كلها في السنة اللي انتوا موجودين فيها، وبعد كده تغوروا في 60 داهية ويجي لنا مجلس جديد يبقى بيحب الزمالك، يبقى عاوز يخدم الزمالك، يبقى عايز يفرح جمهور الزمالك. لكن انتوا مش هتمشوا غير لما تحلوا كل المشاكل والازمات اللي بيمر بيها النادي. يا اما كده يا اما انتوا لازم تتحاسبوا، وجمهور الزمالك مش هيسيبكوا لحد ما تتحاسبوا على كم البلاوي والكوارث اللي انتوا عملتوها في حق نادي الزمالك.